أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. وضعت الأرصاد الجوية الفرنسية 4 مقاطعات غرب البلاد في حالة يقظة برتقالية قبل ساعات من قدوم العاصفة هيرمينيا التي يتوقع أن تضرب غرب أوروبا. وبعد إيوين ستضرب عاصفة أخرى فرنسا، حيث ينتظر أن تضرب هيرمينيا القادمة من المحيط الأطلسي غرب البلاد اليوم الأحد 26 يناير مع هطول كميات غزيرة من الأمطار. وبحسب موقع فرانس إنفو، سيؤدي المنخفض الجوي الموجود حاليا فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل إيرلندا إلى خلق ظروف مضطربة للغاية يوم الأحد. الرياح والأمطار والثلوج على المرتفعات وفق ما أوضحته الأرصاد الجوية الفرنسية في نشرة تحذيرية. وستؤثر عاصفة هيرمينيا التي ضربت جنوب إيرلندا مساء السبت بشكل رئيسي على الساحل الغربي لفرنسا، حيث تم وضع عدة مناطق في حالة يقظة برتقالية من الرياح اعتبارا من الصباح.